كنتسائل علاش مهدي مشى في التدريب وفي الوقت اللي كان بامكانك انك تمشي ما يكون عندك حلم ديال تكون لاعب ديال الكره مثلا. كانت هذيك هي البدايه، واشتغلنا مع الفئات الصغرى ديال فريق الفتح الرباطي، ومن ثم كانت الانطلاقه مع الفتح، مع فريق الجيش الملكي، مع فرق كثيره الحمد لله. هنا باش نقدر نقول لك على انه كره القدم فيها متغيرات كثيره، والانسان اللي ما كيتعايش مع التغييرات ديال الكره، وما كيتعايش كذلك مع الافكار الجديده، وما كيقدرش يبدل من المستوى ديالو، وما كيقدرش انه يضخ اسماء جديده، فدائما ما غيكونش على مستوى القمه. مهدي بزاف ديال الناس يديروا المقارنه بين المنتخب الوطني المغربي لكره القدم والمنتخب الوطني لكره القدم داخل القاعه، وتقارنوا بين التجربتين خصوصا بعد الاقصاء في كاس افريقيا. بدايه شهر رمضان تم توقيع اتفاقيه بين الاكاديميه ديال كريمو وفريق باسيا الفرنسي، بحكم انه السيميري كريمو لعب سنوات وعمر كثيرا بالبطوله الفرنسيه، وكان من الاسماء الخالده بفريق باسيا. سي هشام الدقيق اطار وطني طموح، اطار كيلخص معنى الكفاح ومعنى الطموح. شنو هي اسباب الاخفاق القاري اللي شهدناه؟ بزاف ديال الناس كيلخصوا الرياضه في كره القدم في اللاعبين والمدربين. حنا في سبورت تولك ويتشيما تنقولوا ان الرياضه اشمل من هادشي كامل. هادشي علاش اختارينا اننا نقربوكم من قطاع الرياضه انطلاقا من كون سياسه عموميه، مرورا بالمسؤولين والفاعلين في تنزيل هذه السياسه، ووصولا بمشاركات مسارات متميزه. الناس اختاروا ان الرياضه تكون جزء من الواقع المعاش اليومي ديالهم. مرحبا بكم في سبورت تولك ويتشيما. الضيف ديالنا اليوم هو اطار وطني شاب اختار انه يتبع الشغف ديالو ويجمع ما بين الرياضه والتحليل الرياضي. اليوم معنا مهدي كسوه. مرحبا بك مهدي. اهلا شيماء، وفرصه سعيده انني نكون متواجد معك، خصوصا في البدايه ديال الحلقات ديالك، لانني تابعت البرنامج ديالك عبر الحلقه الاولى اللي كانت مع الاستاذ عصام الابراهيمي. شخصيا اعتبره على انه من بين احسن البرامج نظرا للمفهوم ديالو ولا المضمون ديالو، لانه كيحاول يقرب المشاهدات والمشاهدين الكرام من عده افكار من الخبايا ديال كره القدم، واكيد انه تكون فرصه سعيده باش نتقربوا كذلك من الفكر ديال الرياضيين من خلال الاسئله ديالك اللي غتكون مطروحه ان شاء الله. تماما. اذا مهدي، حنا مؤخرا بالضبط هاد السنتين الاخيره تنشوفوك حاضر وبقوه في التلفازه، في الراديو، في مواقع التواصل الاجتماعي. نقدروا نقولوا بلغه الانترنت انت طالع طوندونس دابا في المجال ديال التحليل الرياضي. شنو السر ديال هذا الظهور المستمر والمتكرر؟ اولا ما كاينش نجاح الا ما كانش من وراه تقريبا واحد السلسله وواحد العصاره ديال التجارب. فاكيد لانه المحطات الاخيره كتبقى محطات مهمه بالنسبه ليا كمسار، اللي اكيد لانه كيبقى مسار باقي ما غنقولوش كبير، لانه دائما كنقول لانه في البدايات ديالي دائما كنقول لانه مازال حنا في المرحله ديال البدايه، المرحله اللي مازال كنتعلموا فيها من اساتذه كبار اللي اكيد لانه كنجاوروهم في بزاف ديال المحطات، سواء من خلال الراديو ولا كذلك المحطات التلفزيونيه، واللي اكيد على انه ما يمكنش يكون نجاح بدون يمكن يد العون اللي كتمد من طرف اشخاص اللي دائما كنقول انه كنت جد محظوظ على انني نكون يمكن معاهم وثقوا فيا وخداو على انهم البادره باش يوجهوا لي تقريبا دعوات عديده وكثيره في عده محطات، سواء اذاعيه تلفزيونيه وعبر محطات ديال الراديو كذلك سابقا. لهذا فالحمد لله الفضل كيعود الله سبحانه وتعالى، ومن بعد كيجي كذلك من طرف الاشخاص اللي اكيد لانه كيثيقوا في الشخص ديال مهدي كسوه. داكوغ، انا اختاريت نبدا شويه من الاخر ونسولك هذا السؤال، لانه غادي نرجع معك للمسار ديالك وغادي ندقوا فيه شويه باش تكون واحد التجربه اللي غادي يستافدوا منها الشباب اللي عندهم نفس الاهتمامات ونفس الشغف، واللي من خلاله غادي نعرفوا طبعا الاسرار ديال النجاح ديال مهدي. بغيتك تحكي لي على المسار ديالك منذ البدايه، سواء اكاديميا او لا المسار المرتبط بالتدريب الرياضي وبالتحليل. اولا المهدي كسوه 34 سنه، لاعب سابق بجميع الفئات العمريه للفريق الرجاء البيضاوي، بدايه بالمدرسه ديال الفريق تقريبا منذ كان السن ديالي 7 سنوات. ثم فهمت المبادئ ديال كره القدم وعرفت المعنى ديال كره القدم وعرفت كذلك المعنى ديال التكوين،
لانه من خلال هذه السنوات هذو اكتشفت اشياء عديده من خلال المدربين اللي لعبت معهم، من خلال كذلك ديال الثقه ديال الاشخاص اللي كانوا كيوضعوها فيا كلاعب. في هذيك المرحله مع فريق الرجاء البيضاوي مرينا من عده تجارب، اولها المحطات اللي قلت لك عبر الفئات السنيه مرورا بمركز السكوين. فاعتقادي على انه اثناء المرحله ديال المركز السكوين فريق الرجاء البيضاوي تما تغيروا بزاف ديال المعطيات والمفاهيم، لانه بحكم على انه مركز السكوين ديال فريق الرجاء البيضاوي انذاك كان ربما من المراكز الاولى اللي خدات البادره على انها تمشي في المشروع ديال الدراسه والرياضه. فكنت يمكن كما قلت لك على انه كانت عندي الفرصه على انه نكون من الاشخاص المستفيدين من هذا المشروع هذا، وبالتالي فكان عندي واحد التوازن فما هو دراسي، بحكم اننا كانوا عندنا واحد الساعات مخصصه للدراسه، بحكم انه كانت واحد الكونفونسيون وواحد عقد ديال شراكه بين مركز السكوين ديال فريق الرجاء البيضاوي والمدارس الخاصه اللي كان كيتعامل معها، وبحكم اننا كان عندنا كذلك واحد الساعات اللي مخصصه للتدريب بواحد الشكل اللي هو يومي باش اننا نبقاو محافظين على اللياقه البدنيه. ففي هذه المرحله هذه بدا الشغف وبدا التفكير، لانه لابد يكون واحد الموازاه وتكون واحد الموازنه بين الدراسه والرياضه، وحتى ولو انك ما نجحتيش في الميدان الكروي كلاعب تقدر تنجح فيه كمؤطر. فهذه افكار اللي نقدر نقول لك على انه بدات كتجي في السن ديال 15 سنه 16 سنه 17 سنه، وبالتالي فنقدر نقول لك على انه كان واحد التراكم ديال واحد المحطات مع مدربين مع اشخاص اللي من خلالهم بديت كنفهم اكثر شنو هو المعنى ديال التدريب الرياضي، وبالتالي فنقدر نقول لك على انه كانت فكره مسبقه. اسمح لي مهدي نقاطعك. واش طبعا في الاكاديمي ولا في المدرسه ديال الرجاء كنتي انت ومجموعه من الناس اللي اختاروا هذا المسار ديال الرياضه والدراسه، واش الزملاء ديالك كان عندهم نفس التفكير ديال انهم يجمعوا ما بين الرياضه والمسار الاكاديمي؟ واش كان هاد هو اللي كان صعيب هو ان احنا كنا قله قليله اللي دايرين داك التوازن. وصحيح لانه المشروع كان كيهم النزلاء اللي كانوا في مركز سكوين، فنقدر نعطيك بعض بالاسماء. فكنا في الفريق ديالنا مجاورين مع بدر بانون، عمر بوطيب، محمود بن حليب، عبد الاله حافظي، ياسين وكيلي، سفيان طلال، عدد كبير من اللاعبين ما نقدرش نحصيهم لانه عدد كبير. ولكن من خلال كما كنقول لك هذه الفرصه هذه فتقريبا 2 حتى 3 حتى 4 ديال الاشخاص اللي يقدروا على انهم يشقوا الطريق ديالهم في الميدان الدراسي بواحد الشكل اللي هو جيد. كنت انا وكانوا 3 ديال اللاعبين اخرين، منهم حمزه دريواش اللي الحمد لله حتى هو اليوم مازال عندي تواصل معاه لانه عنده مسار دراسي كان اكثر من جيد، اليوم كيشق الميدان ديال الشغل، فاكيد لانه غادي في واحد الشكل اللي هو ممتاز. وكانوا اسماء اخرين، ولكن كما قلت لك كانت الاهداف كتبقى مختلفه، اهداف عند اشخاص اللي بغاو يلعبوا كره ومشاو كيكملوا فيها، وكانت اهداف عند ناس اخرين باش انهم يقدروا يولجوا الميدان ديال العمل. وهذا في اعتقادي انه حق مشروع بالنسبه لاي شخص. دونك مورا التجربه ديال مركز التكوين الرجاء البيضاوي، مورا بالضبط السن ديال فاش خديتي البكالوريا مشيتي درتي التدريب الرياضي في المعهد الملكي لتكوين الاطر، وهذا اختيار كنظن طبيعي ديال واحد الولد يافع تربى في وسط الاحضان ديال التدريب وكره القدم. شنو الهدف ديالك اللي كان من انك تقرا لونترينمون سبورتيف؟ هي اولا الفكره كانت جات في المرحله ديال الزيارات اللي كانت كيقوم بها انذاك السيد منصف بالخياط وزير الشباب والرياضه السابق، لانه كان كيدير واحد الزيارات تفقديه ديال المراكز السكوين اللي كانت انذاك في البلد ديالنا. ومن حسن الصدف كان دائما عنده واحد المجيء اللي كيكون متكرر للمركز السكوين ديال فريق الرجاء البيضاوي. في هذيك اللحظه تعرفت على انه كاين المعهد الملكي لتكوين اطر الشباب والرياضه، المعهد مولاي رشيد، وعرفنا على انه كاين يمكن واحد القطاع مهم الا هو ميدان التدريب الرياضي اللي يقدر يكونوا فيه افاق مستقبليه في البلد ديالنا. وبالتالي فمن خلال النصائح ديالو، من خلال الدعم ديالو، من خلال الافكار اللي اكتسبناها كذلك من عند المدربين والمؤطرين، فما كنتش كنفكر يمكن 2 المرات وما كانوش عندي 2 الخيارات. كان القرار واضح على انه ناخذ البكالوريا ديالي ومن بعد تكون هذه المحطه ديال المعهد. وبالتالي من بعد المحطه ديال مركز السكوين كان القرار مباشر على اننا نمروا من واحد المرحله ديال هذاك الكونكور اللي كان كيدار في المعهد. قدرنا على اننا الحمد لله نتفوقوا فيها ومرينا ودازت الامور يمكن بسلاسه، وهذا امر اللي كان ساعدنا كذلك حتى في المسار ديالنا باش اننا نحصلوا على عده اشياء في السنوات اللي كانت من وراها الحمد لله.
تماما. هو المعهد راه تخرجوا منه بزاف ديال الاطر الوطنيه اللي المنصات ديالهم اليوم عندهم واحد الحضور ماشي فقط في المغرب وانما حتى في خارج المغرب. وناخذوا المثال ديال الحسين عموته. هو انا ديما كنتسائل علاش مهدي مشى في التدريب وفي الوقت اللي كان بامكانك انك تمشي في ما يكون عندك حلم ديال تكون لاعب ديال الكره مثلا. هو مساله ديال القرار فدائما كتكون مبنيه على معطيات، والمعطيات كتستمدها من المحيط اللي يمكن كبرتي فيه، لانه بحكم انه العائله ديالي كاملين تقريبا كانوا منتمين للقطاع ديال الصحه، فكان عندهم تخوف بانه الميدان ديال الرياضه يمكن اول عائق ولا لوبستاكل الاول فكاين فيها واحد العدد ديال الاصابات، وبحكم هذيك المرحله كانوا اصابات اللي كتكون يمكن من الفينه الاخرى خلات هذا التخوف هذا. وبالتالي فنقدر نقول لك على انه التاثير او الامباكت ديال المحيط ديالك فقدر على انه يخلي القرار ديالك واضح. الدراسه والميدان ديال التعلم والميدان كذلك ديال المعرفه، فهذا ميدان اللي دائما تقدر تستفد منه. بالعكس الميدان ديال كره القدم دائما فيه واحد لو ريسك، ما فيش واحد النسبه ديال النجاح يمكن طالعه، لانه لي ستاتيستيك اللي كاينين عندنا حاليا يقدر يكون 1000 لاعب يخرج منهم غير واحد الفئه قليله ديال 10 ولا 20 لاعب، وهذا ربما رقم اللي خلى على انه يكون هذاك التخوف. وبالتالي على واحد الخيار اللي ممكن يكون فاشل وممكن يكون هذا هو اللي كان صعيب. اوكي مهدي، احكي لنا على التجربه الاولى في التدريب مورا. ما عرفتش واش التجربه الاولى كانت بالموازاه مع الدراسه ولا مورا مسالك التكوين الاكاديمي؟ لا هي صحيح، انا دائما الفرصه الاولى كانت بعدا في الاكاديميه ديال محمد السادس، لانه من خلال البدايات ديالها فدائما كنا كنديروا واحد المراحل ديال اكتشاف المهنه تقريبا مع الاستاذ ناصر لارغيت في البدايات ديالو والبدايه ديال الافتتاح ديال اكاديميه محمد السادس. من بعد المرحله ديال الاكتشاف ومرحله ديال التعلم جات واحد التجربه اللي نقدر نقول على انه هي اللي فتحت لي واحد الابواب كثيره وابواب مهمه وخلات على انه يكون عندي افاق مستقبليه كبيره. هي التجربه ديال فريق الفتح الرباطي، لانه كان واحد الشخص هو المدير الرياضي بالفتح الرباطي اللي كان كيشتغل معنا سابقا في فريق رجاء البيضاوي، هو عادل المتني كان هو المدير ديال المركز، وبالتالي كان الذهاب ديالو من رجاء الفريق الفتح الرباطي، وتصادفت معاه في مدينه الرباط لانه الدراسه كانت في الرباط وهو كيشتغل في فريق الفتح الرباطي. فاقترح عليا انني نكون نشتغل مع الفئات الصغرى، وبالفعل بدات انه يمكن كانت هذيك هي البدايه، واشتغلنا مع الفئات الصغرى ديال فريق الفتح الرباطي، ومن ثم كانت الانطلاقه مع الفتح مع فريق الجيش الملكي مع فرق كثيره الحمد لله، منها المحمديه، منها في المدارس الكرويه في مدينه الدار البيضاء، ومرورا ولا نهايه بالاكاديميه ديال كريمون اللي كنشتغلوا تقريبا انا ويا هذه واحد 8 ديال السنوات حتى 9 سنوات في مدينه ديال الدار البيضاء. فعلى الاقل كما قلت لي كانت واحد التجربه اللي خلاتنا على اننا نفهموا الميدان ديال التكوين الاكاديمي، نفهموا اكثر الافكار ديال اللاعبين الشباب، لانه هذا الميدان هذا بقدر ما كيحتاج للمعرفه ولو سافوار فير، كيحتاج اكثر العمل من الناحيه البيداغوجيه والبسيكولوجيه خصوصا مع الفئات الصغرى. انا جاي نسولك بالضبط على هذه الفئات الصغرى، لانه موضوع فيه بزاف ما يتقال. دابا انت كاين في الاداره التقنيه ديال اكاديميه كريمو تتخدموا مع مختلف الفئات العمريه، وهذا دونك تتوجدوا لنا واحد النخبه اللي غادي نقدروا نشوفوها مجموعه ديال التظاهرات الكرويه الى غير ذلك. في نظرك شنو كيحتاج، شنو الوصفه اللي كتخدموا بها ولا كتخدموا عليها باش تكون عندنا واحد المنتوج ديال شباب اللي ممكن ناملوا فيهم خير على مستوى الممارسه الكرويه؟ واللي كاين حاليا هو انه الحاجه اللي بعدا ايجابيه في البلد ديالنا هو انه صبحوا مدارس كثيره وصبحوا اكاديميات وجمعيات اللي كيشتغلوا كيكونوا لاعبين كيعطيو افكار مهمه، كيخليو على انه اللاعب يفهم المعنى ديال كره القدم، كيعطيو واحد المساحه باش انه يكون التطور ديالو. رجع لك السؤال ديالك انه امر مهم انه خصوصا مع الفئات السنيه كيكون واحد البرنامج تدريبي اللي سنوي اللي اكيد اننا كنشتغلوا به مع الاشخاص اللي كيكونوا متواجدين عندنا في الاكاديميه، هما المؤطرين تحت يمكن القياده ديال والرئاسه ديال السي ميري كريمو، لانه كيكون واحد المشروع بواحد الشكل اللي هو سنوي، كيكون في واحد الكونتوني انيول دو فورماسيون سور لو بلان تكنيك تاكتيك فيزيكي مونطال، كنشتغلوا بدي تيم بيان سور، دي تيم اللي كيكونوا بواحد الشكل اللي هو شهري،
احتراما ولا مراعاه يمكن بمراحل ديال التطور بالنسبه للاعبين الشباب اللي موجودين عندنا. كيف ما قلت لك سابقا عندنا الفئات السنيه بدايه من الفئه ديال 3 سنوات مرورا الفئه ديال 5 سنوات 7 سنوات وصولا للفئه ديال اقل من 17 سنه. فمن خلال هذه التجارب ولا من خلال هاد الفئات السنيه كيكون واحد المراحل ديال الاشتغال اللي كتبقى مختلفه، ما يمكنش تتعامل مع كل فئه بنفس الطريقه اللي كتعامل مع تقريبا. وهذا ربما دائما كيكون داخل في الاحترام ديال هذاك البرنامج التدريبي اللي كيكون مصدر. فمن الاشياء اللي ايجابيه فعندنا الحمد لله مؤطرين اللي في اعتقادي على انهم عندهم من الكفاءه ما يكفي، عندهم التجربه ما يكفي، وعندهم كذلك من التجربه، لانه مهم انهم كيتعاملوا بواحد الطرق اللي بيداغوجيه كما قلت لك وبطرق بسيكولوجيه، كيحاولوا يوصلوا الافكار وكيحاولوا ينميوا القدرات ديال اللاعبين الشباب. لانه حنا ماشي مدرسه اللي كنختاروا اللاعبين، بل حنا مدرسه هما كيختارونا. فهنا كيجيو عندك لاعبين اللي ما عندهمش واحد المستوى اللي تقريبا كيكون متقارب، عندك مستويات مختلفه كتحاول تعامل مع كل لاعب على حساب الامكانيات ديالو، على حساب مراحل ديال الفهم ديالو كرة القدم، وعلى حساب كذلك المعيار ديال هذوك الافكار اللي موجوده عنده، على حساب يمكن الطريقه ديال الجسد ديالو والجسم ديالو، لانه كل لاعب كيتماشى مع افكار معينه. بيان سور. انا صراحه ما غاديش نسولك بزاف في التكنيك، ولكن واحد المساله اللي بالنسبه لي مهمه هي التعامل ديال لاعب المستقبل مع كيفاش ممكن سواء يسوق لراسو ولا يخدم على ليماج ديالو كيفاش يتواصل. هذه واحد الحاجه اللي كنشوف انه بزاف ديال اللاعبين عندهم اشكال فيها. يعني بزاف ديال اللاعبين تلقاو ما عندهمش ما تعرفش مثلا امتى خصو يدير التصريح، امتى ما خصوش يديرو، شنو خصو يقول في داك التصريح، شنو ما خصوش يقول، كيفاش يحافظ على ديك ليماج ديالو كلاعب محترف. كيفاش كتخدموا مع الاطفال ولا اليافعين اللي عندكم على هذه المساله ديال كيفاش يتعلموا الاحتراف؟ هو من الاشياء انا اللي كنشتغلوا بها في الاكاديميه، فدائما ما كنعطيو واحد الفرصه للتعبير بالنسبه للاعبين صغار السن، لانه المرحله ديال التكوين والتكوين المستمر فكتكون مهمه، خصوصا واحد السن اللي كتكون معينه. فعلى سبيل المثال حنا التواجد ديال الفئه ديال اقل من 9 سنوات ولا 7 سنوات ولا 11 سنه ولا 13 سنه ولا 15 سنه دائما كنخليو واحد المساحه باش انه هاد اللاعبين هذا يمكن يعبروا على راسهم لانه كنديروا يمكن بواحد الشكل اللي هو شهري وواحد الشكل اللي كيكون دائم ومستمر. كنخليو اللاعبين هما يديروا هذوك الحصص التدريبيه، فاكيد لانه كنخليو واحد الشهر تقريبا ديال التدريب كيكونوا فيه بزاف ديال لي زاتولي. دونك في هاد لي زاتولي هذا فكيكون تقريبا واحد التعبئه على الاقل بالنسبه لهاد اللاعبين هادو، كيكونوا افكار اللي كيكونوا من خلال واحد العمل اللي كيكون تدريبي بشكل شهري، فكتكون عندهم واحد الحصه في واحد الشكل اللي هو شهري. هاد اللاعبين هذا هما كيديروا الحصه ديالهم من خلال هذاك البرنامج اللي استعملناه ولا تعاملنا معاهم في هذاك الشهر، وبالتالي فحتى هذيك القياده ولا الروح القياديه كنخليو اننا نعطيوها للشاب باش انه كتكون عنده مسؤوليه، حتى ولو انه ما كانش مع المدرب ديالو فقادر على انه على الاقل يقدر يصنع واحد الحصه تدريبيه لراسو. وهذه افكار كنخليوها بالنسبه للاعبين. حتى من الناحيه ديال التواصل دائما اللاعبين كنعطيوهم واحد المساحه ديال التواصل، لانه امر مهم. اليوم في كره القدم ما بقاش غير الجانب المهاري ولا الجانب التقني ولا الجانب كذلك التكتيكي ولا الجانب المدني. فكرة القدم صبحات فيها الروح القيادية، وهذه الا ما كيناش فصعيب على انه لاعب يولي لاعب محترف. صبحات فيها كذلك النفسية ديال اللاعب كتلعب واحد الدور كبير باش انه يقدر يوصل لواحد الاهداف اللي عنده مسطرة. والجميل لانه اللاعب اليوم صبح خصو يعبر على راسه. سي فغي انه عندنا مشاكل كثيره اليوم في الحقل الرياضي ديالنا بالنسبه للاعبين سواء المنتمين للقسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الثاني، لانه كيوجدوا صعوبات يمكن في التواصل مع بزاف ولا العديد ديال المنابر ديال الاعلاميه. ولكن اليوم كنقول اننا وصلنا لمرحله باش على الاقل نوصلوا اللاعبين خصوصا الشباب باش انه اليوم سي مرحله ديال التواصل، اليوم مرحله ديال الاجتهاد. دائما كنقول انه كاين 4 ديال الاشياء اللي تقدر تصنع من شخص سواء من حاله ديالو اللي ولا في الكارير ديالو بيرسونيل ولا بروفيسيونيل، تصنع منه انسان اللي منضبط ومجتهد. كاينين 4 ديال الاشياء كيتسموا لي 4 زيس. كاين لو سافوار اي لو سافوار فير اي لو سافوار نورمالمون اتر اي لو سافوار فيفر. هاد 4 ديال الاشياء خاص ملزومين يكونوا عند اي شخص باش انه يغياليزي بزاف ديال الاشياء اللي غتقدر تكون ايجابيه في المسار ديالو سواء المهني ولا الشخصي. وهذه اشياء اللي اكيد انه الا ما خداوهاش اللاعبين
هما صغار السن صعيب على انه ياخذوا هما كبار السن. تماما. وانتم في المواكبه ديالكم لهاد اللاعبين تتشاغلوا حتى على المساله ديال تقريبهم من ابواب الاحتراف عبر يعني التواصل مع الانديه الوطنيه الى غير ذلك. شو الاستراتيجيه اللي خدامين عليها؟ واش كيكونوا دي ماتش ما خصيصا باش دار فيهم ديتيكسيون ديال هاد تيحضروا مثلا ناس من هاد النوادي باش يشوفوا المواهب اللي عندكم، تديروا زعما كتكونتاكتيوهم ديريكتومون باش تبروبوزيو عليهم اسماء اللي كتشوفوا انها تستاهل تكون في هاد الفرق؟ شو الاستراتيجيه اللي متبعينها في هاد الباب؟ هو اليوم اكيد انه الحمد لله من خلال هذاك الكم الهائل ديال الاشخاص اللي ولات عندنا به علاقه في الميدان ديال الرياضه ولا الحقل الرياضي ولا ميدان الكروي بصفه عامه، فاصبح من السهل علينا انه يكون واحد التواصل مباشر مع عدد كبير من الفرق. اليوم عندنا شراكات نقدر نقول لك مع فرق اجنبيه. غير في هذا الشهر هذا تقريبا ديال قبل بدايه شهر رمضان تم توقيع اتفاقيه بين الاكاديميه ديال كريمو وفريق باسيا الفرنسي، بحكم انه السيميري كريمو لعب سنوات وعمر كثيرا بالبطوله الفرنسيه وكان من الاسماء الخالده بفريق باسيا. فتم عقد واحد الشراكه اللي من خلالها غيكون واحد الفرص ديال التعاون وديال التبادل. اولها هو انه اي لاعب اللي كينتمي للاكاديميه وصل لواحد المرحله معينه من النضج اللي كيكون فكري، نضج اللي كيكون كروي، نضج اللي كيكون تكتيكي، فيقدر يكون عنده حظوظ اكثر باش انه يكون يدوز واحد المراحل التدريبيه ولا واحد المراحل ديال المعايشه على الاقل مع فريق باسيا الفرنسي. باسيا الفرنسي فاكيد لانه فريق اللي معروف اللي كينتمي للقسم الوطني الثاني بدوله فرنسا. اكيد لانه كاينين اتفاقيات اخريات مع فريق كرول بمنطقه ولا كذلك بمنطقه مجاوره لمدينه غرونوبل بفرنسا. كاينين اتصالات دائما مباشره مع فريق نهضه بركان من خلال التواجد ديال السي اسماعيل الزيدي. كاينين تواصل كذلك مباشر مع اسماء ولا اشخاص من فريق رجاء البيضاوي. كاين تواصل كذلك مباشر مع اسماء من فريق الفتح الرباطي واشخاص اللي كينتميوا للمدرسه ديال الفتح الرباطي. فنقدر نقول لك على انه الحمد لله لغه التواصل، لغه تيسير المستقبل بالنسبه للاعبين الشباب فاكيد لانه موجوده. خاص غير يجتهدوا ويشتغلوا باش انه يوصلوا لواحد المرحله معينه من النضج باش من خلالها كنقدروا على اننا نرسلهم الفرق اللي يكملوا فيها المسار ديالهم اللي كيكون احترافي. واكيد هاد النقطه ديال لي كونتاكت ولا الريزو بيسور كيعاون ماشي فقط في كره القدم ولكن في مختلف المجالات، لانه بعد ما تكون محتاج غير تعرف راه كاينه واحد لوبورتونيتي اللي كتلائم مع البروفايل ديالك. وكنظن هذه واحد الحاجه اللي عاونتك بزاف. انت هضرتي في الاول على انه ساعدوا بزاف الناس باش اليوم تكون حاضر بشكل كبير في التحليل الرياضي وتدخل من اوسع الابواب. وانا بغيتك تهضر لي على كيفاش من التدريب للتحليل الرياضي البدايات الى غير ذلك. هو ولله الحمد يمكن البدايه كانت في سنه 2016 لانه ميدان التحليل الرياضي نقدر نقول لك حتى هو كان من بين الاهداف المسطره. فاثناء المرحله ديال التكوين ديالي والاكتشاف ديالي للتدريب الرياضي دائما كانوا عندي افكار على انني نقدر نبدا نوضع البصمه ديالي في واحد الشيء اللي كيكون معين ومتعلق بالرياضه. النجاح ماشي دائما مرتبط على انك تحقق الالقاب وتحقق، فتقدر من خلال غير من التوجيهات ديالك، من خلال كذلك التعاون ديالك مع المحيط ديالك، التعاون مع الاشخاص بواحد اللغه تواصليه اللي تقدر تكون سلسه، فتقدر تكون نجحتي. اليوم ما يحتاجه المجتمع الرياضي في البلد ديالنا هي واحد لغه تواصليه جميله وسلسه باش على الاقل الناس ولا الصبيان ولا الاطفال ولا الناس الكبار ولا الشخصيات الموجوده في الحقل المدني ديالنا يكون عنده واحد الفهم الاكبر شنو هي الرياضه وشنو هي كره القدم. ففي اعتقادي لانه الفكره ديالي كانت واضحه، هو ايصال افكار بواحد الطرق اللي هي سلسه من خلال واحد المجهود اللي فردي وبعيدا عن النمطيه والاشياء اللي كانت سابقه. وحقيقه كاينين اساتذه كبار موجودين في البلد ديالنا اللي اكيد لاننا حنا تربينا وتلمذنا عليهم ولولا وجودهم سابقا ما كناش اننا نكتشفوا حنا كذلك هذا الميدان. ولكن الميدان ديال التحليل الرياضي فهو ميدان اللي نقدر نقول لك على انه كانت عندي به واحد العلاقه مرتبطه منذ الصغر بحال كره القدم، لانه اشياء اللي كانت يمكن لاصقه ببعضياتها ما كانش لي نقدر نفصل حاجه على حاجه اخرى. وبالتالي الولوج لهذا الميدان هذا فخدمني شيئا ما واحد السنوات
وبالتالي جات المرحله اللي دخلت فيها كما كنقولوا مع اشخاص اللي مجربين، من خلال اختمرت التجربه ديالي حتى من خلال التعامل مع الكاميرا، من خلال التواجد مع اسماء مجربه كما قلت لك، خلاني نفهم عده اشياء متعلقه بهذا الميدان اللي في اعتقادي لانه لقيت فيه الضاله ديالي ولله الحمد، وبشكل اللي هو يومي اكيد لانه كيكون واحد التطور اللي مستمر. صراحة أنا تنقول أنه التحليل الرياضي هو تحصيل حاصل. يمكنش إنسان اللي راكم واحد التجربة في مجال التدريب ما تكونش عنده واحد النظرة ديال المحلل اللي يقدر يفيد بها. حنا تنشوفوا في مجموعة من القنوات الوطنية واش مهدي ما عندوش طموح نشوفوه في قنوات دولية ولا عربية اللي مختصة في المجال الرياضي. واكيد على انه الطموح كيكبر سنه وراء اخرى، واللي اكيد انه كان عندي طموح باش انه تكون عندك محطه اللي تقدر تولج فيها الميدان ديال التحليل من البوابات الكبرى اللي موجوده عندنا في البلد. فما يمكنش نقولوا على انه كاينه شي بوابه كبر من ولا اكثر من الشركه الوطنيه. ولله الحمد على انه كانوا فرص يمكن كبيره من خلال الوجود ديالي في محطات مهمة، من خلال كذلك التواجد ديالي مع الإخوة والأصدقاء في القناة الأولى اللي كنشكرهم، وكنشكر كذلك السيد المدير ديال الأخبار السي ياسين الدريسي لأنه تاق في الاسم ديال المهدي كسوة وفي تحليل الأبواب يمكن بواحد الشكل اللي هو كبير، من خلاله خلاني على أنني نكون متواجد بواحد الشكل اللي هو يومي في المراحل الأخيرة ديال كأس أفريقيا. فهذه في اعتقادي لانه كتبقى من اهم واكبر التجارب اللي قضيتها في المسار ديالي يمكن ديال التحليل، وهذا كان كيخليني لانه دائما تكون واحد الاستفاده اللي كبيره، لانه من خلال الاحتكاك مع اسماء كبيره قلت لك، من خلال الاحتكاك بواحد الشكل اللي يومي بواحد القناه اللي عموميه، قناه اللي رئيسيه، فهذا خلى على انه حتى الثقه دائما كنقول لك تكبر، وخلى حتى كذلك حتى ديك الموسوعه ديال الافكار، وخلى كذلك حتى يمكن الافكار ديالك كتكبر كما قلت لك بواحد الشكل اللي هو يومي. فهذه كتبقى يمكن تجربه كبيره، وبصراحه ما كنتش كنتسنى على انه في هذا السن هذا نوصل لهذه المرحله هذه، لانه كتبقى مرحله مهمه ومرحله انتقاليه في المسار ديال المهدي كسوة. ان شاء الله هي غتكون بدايه لاشياء اكبر. مهدي، احنا في هاد الايام تنشهدوا واحد الحدث رياضي كبير يتعلق الامر بكاس افريقيا للفوتسال. شنو النظره ديالكم للمشاركه ديال المنتخب المغربي، الحظوظ اللي كاينه عندنا؟ دابا تدير لي الكاسكات ديال المحلل وتعطينا التحليل ديالكم للمشاركه المغربيه. لا، شخصيا الشهاده ديالي في المستوى اللي كيقدموا المنتخب فما يمكن تكون غير الا ايجابيه كباقي المغاربه. مين كنتكلموا على المنتخب ديال الفوتسال فاكيد لانه كنتكلموا على نجاحات اللي متتاليه ومسترسله خلات على انه الصوره واللمعان ديال المنتخب الوطني لكره القدم فكيكبر سنه بعد اخرى. كيف لو حنا حققنا تقريبا القاب افريقيا في سنه 2016 و2020، وهذا رقم اللي كيبقى مهم بالنسبه للبلد ديالنا من الناحيه القاريه. حققنا القاب عربيه بواحد الشكل اللي هو مستمر، وبالتالي فنقدر نقولوا على اننا استحوذنا على الميدان بالنسبه للقاره الافريقيه والقاره العربيه، لانه التواجد ديال المنتخب دائما ما كيخليه هو المنتخب المفضل ولا المنتخب المرشح باش انه يفوز باي لقب. اليوم كنتكلموا على نجاح عالمي من خلال التواجد ديالنا يمكن في الصف الثامن، وهذا معطى جد مهم، وهذا خلانا على اننا نكونوا مع بين اكبر المنتخبات العالميه. كأس العالم الأخيرة بينت واقع واحد على أنه المنتخب الوطني قابل ويمكن للتطور وقادر على أنه ماشي يحصل غير على ألقاب قارية بل على ألقاب عالمية. اليوم في اعتقادي لأنه عندنا فرصة كبيرة باش أننا نحصلوا على لقب قاري جديد، وعندنا فرصة أكبر باش أننا نكونوا متواجدين في المرحلة ديال البوديوم في كأس العالم اللي مقبلة، لأنه إلا توجهنا يمكن المرحلة ديال النصف إن شاء الله تأهلنا للمرحلة ديال النهائي، فأكيد لأنه يكون عندنا تأهل مباشر للمرحلة ديال كأس العالم اللي غتكون في أوزباكستان. وبالتالي في اعتقادي لأنه المرحلة ديال كأس العالم غتخلينا نشوفوا منتخب مغربي اقل الاشياء يقدر يكون متواجد في المرحله ديال نصف النهائي كاس العالم، وهذا يمكن راجع بالاساس لانه اليوم المغرب فنقدر نقول لك على انه ما بقاش غير نجاح رياضي بل نجاح فكري. لماذا نجاح فكري؟ لانه بكل بساطه خلانا على ان مشينا في واحد المشروع يمكن الاساس ديالو والقوام ديالو هو النجاح، هو الاراده، هو الرغبه، هو الطموح. كيفاش حنا يمكن ما غاديش ننجحوا تقنا في شخص اللي عطيناه يمكن الاسلحه وعطيناه النواه الحقيقيه وعطيناه يمكن الاساليب ديال النجاح. سي هشام الدقيق
اطار وطني طموح، اطار كيلخص معنى الكفاح ومعنى الطموح، اطار اللي نقدروا نقولوا على انه خدا المشعل وبدا مع هاد المولود الجديد اللي تقريبا خدا على العاتق ديالو منذ سنه 2013 2012، وبدا واحد المراحل اللي كتراعي يمكن المبدا ديال الاستمراريه ومبدا ديال التحسن. فالنجاح نقدروا نقولوا على انه بدا مع المنتخبات، اليوم كيستمد القوه ديالو وكيمشي للفرق، لاننا كنشتغلوا بواحد المعايير علميه وبمراحل اللي يمكن مهمه من الناحيه ديال التكوين، لانه كاين واحد المشروع اللي حطاته الجامعه الملكيه مع المدرب هشام الدقيق. بدينا كنفرضوا على الفرق، بدينا كنأسسوا واحد النواه حقيقيه ديال المنتخبات اللي سنيه من فئه ديال اقل من 17 سنه واقل من 23 سنه، وهذه اشياء ولا توابل اللي خلاتنا على اننا نكونوا نشوفوا نتائج حاليه ونتائج آنية ونتائج مستقبليه، لانه الخلف اكيد على انه موجود. فهذا النجاح هذا فاكيد انه كان، ولكن حتى البنيه التحتيه اللي موجوده في البلد ديالنا فكانت مساعده اساسيه باش اننا نشوفوا نجاحات من نوع اخر، لانه من خلال حتى الندوات اللي كان دائما كيخرج بها والتعليقات اللي كان كيأثر بها المدرب هشام الدقيق، فكان كيقول انه شتان ما بين المغرب الامس ومغرب اليوم. على الاقل اليوم فعندنا واحد القاعده صلبه باش اننا نأسسوا نواة حقيقيه آنية ونواة مستقبليه، وبالتالي فلا خوف على الميدان ديال الفوتسال في البلد ديالنا. ما حد كاينين الناس اللي عندهم الكفاءه ما يكفي باش اننا يمشيو بالقاطره ديال هاد المهمه هذه بواحد الشكل اللي هو صحيح. مهدي، بزاف ديال الناس يديروا المقارنه بين المنتخب الوطني المغربي لكره القدم والمنتخب الوطني لكره القدم داخل القاعه، وتقارنوا بين التجربتين خصوصا بعد الاقصاء في كاس افريقيا. بعدا واش تصح هذه المقارنه بين الفريقين، وشنو هي الحوايج اللي ممكن يستافد منها الناخب الوطني وليد الركراكي من التجربه ديال المنتخب ديال الفوتسال؟ واولا انا شخصيا ما كنبغيش ندخل في المقارنات، لانه ما يمكنش لينا نقارنوا بين الفوتسال وبين كره القدم ديال 11 لاعب، فصعيب على انه يكونوا مقارنات بكل بساطه، لانه الا خديتي غير الكم ديال الفرق المشاركه في كاس افريقيا فماشي هو التنافسيه اللي موجوده في كره القدم ما عندها علاقه بالتنافسيه اللي موجوده في الفوتسال. صحيح لانه الفوتسال كيبقى واحد الشيء اللي صعب، لانه اي شخص يمكن يمارسه، اي شخص يقدر ينجح فيه، ولكن كرة القدم مع الأسف لأنه في السنوات الأخيرة ماشي مع الأسف ولكن نقولوا من حسن الحظ على أنه فيها تنافسية كبيرة، وهذه التنافسية كتخلي على أنه صعيب على أنه يكون واحد النتائج اللي مسترسلة، نتائج اللي تقدر دائما تخليك في القمة وتخليك في البوديوم. إلا خديتي على سبيل المثال المشاركة الأخيرة ديال المنتخب الوطني في المونديال، فما كانش يمكن عندها علاقة بالمشاركة اللي كانت عندنا في كأس أفريقيا، وبالتالي شوفي غير المدة ديال سنة شحال غيرات ديال الاشياء. هنا باش نقدر نقول لك على انه كره القدم ففيها متغيرات كثيره، والانسان اللي ما كيتعايش مع التغييرات ديال الكره وما كيتعايش كذلك مع الافكار الجديده وما كيقدرش يبدل من المستوى ديالو وما كيقدرش انه يضخ اسماء جديده، فدائما ما غيكونش على مستوى القمه. لهذا كنقول انه المقارنات بين جوج ديال الاشياء فلا تصح، وما يمكنش لينا ندخلوا فيها، وما كاينش اي واحد عاقل على انه يمشي يتكلم على هذه المقارنه. انا كنتكلم بشكل اللي هو شخصي، ودائما كنقول على انه الاختلاف في الراي راه لا يمكن لا يفسد للود قضيه، فهذا كيبقى راي شخصي وكل واحد عنده يمكن حر في الراي ديالو. بما انه بدنا كره القدم، شنو في نظرك انت كمحلل رياضي متتبع بشكل يومي المستجدات الكرويه ماشي غير محليا ولا وطنيا بل على المستوى الدولي، شنو هي اسباب الاخفاق القاري اللي شهدناه كمنتخب؟ اولا الاخفاق، بزاف الناس تكلموا على الاخفاق والنهايه ديال الحقبه ديال واحد الجيل اللي في الامس القريب شكل لنا واحد العلامه فارقه وغير المفهوم ديال كره القدم، ماشي غير على مستوى الافريقي، غير المفهوم ديال كره القدم بالنسبه للعالم. كيف لو هذا الجيل هذا اللي تاهل لنصف النهائي ديال كاس العالم كيف فشل في المحطه ديال كاس افريقيا. هنا اليوم خاص يكون عندنا واحد النقاش اللي غيقدر يكون واضح ومستفيض باش نفهموا على الاقل على انه النوعيه ديال اللاعبين اللي كنجلبوا من ديار المهجر، النوعيه ديال اللاعبين اللي كيلعبوا مقابلات بواحد الحجم اللي كبير اللي في الاغلب ديالها كيكون تكتيكي وكيكون مهاري، ما عنده علاقه بالنوعيه ديال المقابلات الافريقيه اللي كنلعبوها في كاس افريقيا. اليوم خاصنا ندير واحد الفصل في هاد جوج ديال الاشياء. اللاعبين المغاربه
اللي الاغلب ديالهم محترفين في دوريات اوروبيه، اغلبيه لقاو واحد التكوين مع مدارس كرويه اللي كبيره وفي اكبر الانديه العالميه. اصعب شيء كيجيو كيلقاوه في القاره الافريقيه هو الاندفاعات البدنيه، هو الريتم، هو الايقاعات والتعامل مع المناخ ديال عدد كبير من البلدان اللي كنمشيو كنلعبوا فيها. دونك حنا الفشل ديالنا ما عنده علاقه بالمستوى ديال المجموعه بكثر ما عنده علاقه بتدبير مراحل ديال مقابلات افريقيه، بالرفع من المستوى خصوصا ديال الاندفاعات البدنيه، بالرفع كذلك من المستوى ديال المعدل اللياقه البدنيه ديال اللاعبين. ففي اعتقادي لانه عندنا جميع اساليب النجاح. راه الا خدينا هاد كاس افريقيا ولعبناها في واحد الدوله اوروبيه، فالمغرب يقدر يكون مع جوج ديال البلدان على مستوى الصداره في هذا العرش اللي هو افريقي. لهذا كنقول لانه على الاقل تقريبا في المراحل المتبقيه ولا المراحل اللي يمكن قادمه نقدروا نديروا واحد التوازن بين واحد 3 ديال اللاعبين اللي عندهم تجارب افريقيه، لاعبين اللي عندهم واحد المستوى قار على مستوى سواء دوري ابطال افريقيا وكاس الاتحاد الافريقي، ونقدروا ندخلوهم مع المجموعه لانه الاستفاده غادي تكون كبيره والاستفاده غتكون واضحه. وبالتالي فنقدروا نلقاو هذيك اللغه اللي دائما ما كانت غائبه علينا، هي اللغه ديال التواصل، اللغه ديال النجاح على المستوى الافريقي. بهاد اللاعبين اللي لعبنا كاس افريقيا نقدروا نلعبوا كاس اوروبا، والمغرب يكون هو كذلك بين 4 ديال المنتخبات اللي تقدر تكون كذلك في البوديوم. المشكل افريقيا في افريقيا. انا هنا نسولك واحد الاسئله اللي تحاول تجاوبني عليهم بكلمه. في نظرك شكون هو اللاعب اللي من البطوله الاحترافيه اللي انت كترشحه انه يكون في التشكيله ديال المنتخب المغربي، اللي كتشوف انه تظلم لانه ما كانش فيها التشكيله الاخيره؟ ربيع حريمات. داكوغ. فريق وطني اللي كتمنى انك تكون في الاداره التقنيه ديالو؟ لا بزاف ديال الفرق، هو جوج الفرق الوطنيه فاكيد لانه كيكون عندك متمنيات تشتغل فيها، وبحكم انني لعبت ومارس كره القدم في الفريق ديالك، ولكن كيبقى الهدف الاكبر هو الاداره التقنيه الوطنيه، باش انه الواحد الا كانت الاشتغال يكون اشتغال بواحد الطرق اللي اكاديميه، وحتى الاستفاده تكون اكيده انه تكون كبيره. صراحه هو هدف اسمى، هدف سامي. طبعا هذا الحلم ديال المجموعه من الشباب انهم يكونوا من المساهمين في النجاح ديال المنتخب الوطني. مهدي، في نظرك شنو هي الكلمه السر ولا الحاجه اللي ناقصه كره القدم الوطنيه؟ فما نظنش على انه بقى شي حلقه مفقوده عندنا، الحمد لله. في السنوات الاخيره من الاشياء اللي كانت مفقوده عندنا فكانوا لانفراستركتور، ففي اعتقادي على انه موجوده اليوم. النجاح كيكون رهين بالبنيه التحتيه، فالحمد لله البنيه التحتيه في البلد ديالنا موجوده. الشيء اللي في اعتقادي على انه مازال مفقود هو انه السرعه ولا الطريقه اللي باش غدا بها الجامعه الملكيه. نتمنى على انه الفرق المغربيه يواكبوا نفس الطريقه ويمشيو في نفس الاستراتيجيه ويكونوا يمكن يد واحده مع الجامعه الملكيه، لانه الاشكال اللي كاين هو انه عندنا تقريبا واحد الحلقه مفقوده ولا واحد الهوه بين العمل اللي كيدار مع المنتخبات والعمل اللي كتقدمه الجامعه الملكيه كمؤسسه قائمه بذاتها، كمؤسسه كتحترم العمل ديال المؤسسات، وكاينه واحد ليغارشي وكاينه كل الاشخاص مسؤولين على العمل اللي كيدار، وبين العمل اللي كيدار في الفرق اللي المسؤول الاول والاخير هو الرئيس اللي يقدر يدير كل شيء، يقدر يجلب المدرب، ما كايناش اداره تقنيه. وبالتالي كاين فشل ذريع عند الفرق، وما كاينش فشل على بالنسبه للمنتخبات على الاقل. حتى ما كانوش نتائج مع المنتخبات فكاينه استراتيجيه وكاين واحد العمل مؤسساتي اللي كيدار. لهذا كنقول على انه الا كانت واحد اللغه تواصليه وكانت واحد خارطه طريق موحده كتماشى مع الافكار ديال الجامعه الملكيه والفرق المغربيه والفرق المغربيه، قدرات تنخرط في هذا العمل هذا، قدرات على انه تمشي في واحد التوازن اللي كيقدر يكون مادي، توازن اللي يقدر يكون رياضي، فيقدر يكون الشأن الكروي بالنسبه للفرق المغربيه يقدر يكون احسن من هذا الشيء اللي كنشاهدوه تقريبا حاليا. داكوغ. دونك نقدر نفهم من كلامك انه انت ما راضيش على المستوى ديال البطوله الاحترافيه بحكم انه المكونات ديالها هما الفرق الوطنيه. شنو التعليق ديالك على المستوى ديال البطوله؟ شنو خاصنا باش نطوروها بشكل مقتضب؟
هو ما يمكنش لينا نتكلموا على فشل، لانه الفشل كلمه شويه صعبه. فعندنا اشياء ايجابيه، طبعا. عندنا فروق اللي عندها مستويات كبيره. ولكن كما قلت لك، على انه الا خديتي غير على سبيل المثال المشكل الكبير اللي كان هذه السنه هذه، اللي خلى على انه المستوى ديال البطوله الوطنيه ما يكونش عنده واحد الاستقرار، وما تكونش فيه واحد الفرجه بواحد الشكل اللي هو اسبوعي. اولها هو انه الملاعب ما كانوش موجوده عندنا، وبالتالي فكانت عندنا واحد العرقله كبيره، المسار ديال عدد كبير من الفرق. ولكن دائما كنقول انه المصلحه ديال البلد اكبر، لانه كان واحد الترميم واصلاح بالنسبه للملاعب كبيره، لانه غتنظم تظاهرات افريقيه وتظاهرات عالميه. ولكن كنتكلم لك على انه العمل مؤسسه الفرق شنو وجدت لهذه المرحله هذه. المشكل الاكبر هو انه صبحات النتائج ديال الفرق المغربيه والطرق ديال المقابلات الا بغيتي تشوفها تقدر تكون ايجابيه، راهينا بالحضور الجماهيري. الحمد لله الجماهير المغربيه ولات كتعطي واحد الصور اكثر من ايجابيه من خلال التشجيعات ديالها، من خلال كذلك اللوحات الفنيه ولا اللوحات اللي كترسم على مستوى رقعه الميدان. ولكن اليوم ملي كيكونوا مقابلات ويكلو، فمقابله ما عندهاش النكهه ديال المقابله، ما عندهاش واحد الجماليه، ما عندهاش واحد الجماليه، وكتحس على انه بواحد النسبه ديال 70% الجماليه والمستوى ديال المقابله ما كيكونش موجود. اللهم يستثنينا فرصه ولا جوج ديال الفرص اللي كيقدر يستغلهم فريق على حساب فريق. ولكن المستوى العام ما نقدروش نقولوا سيء وما نقدروش نقولوا ممتاز، نقدر نحطوه في الوسط. لهذا كنقول انه لازم علينا اننا نشتغلوا على اشياء من المستقبل باش الفرصه تكون مضمونه، وحتى التسويق ديال الدوري الوطني يقدر يكون اكثر وافضل من هذا الشيء اللي كنشاهدوه حاليا. ان شاء الله. انا هنا نعطيك مجموعه من الاسماء وتعطيني التعليق ديالك. اليوم نبداو بمنصف بالخياط. منصف بالخياط نقدر نقول على انه النصيحه ديالو والفكر ديالو اللي كان عنده في المرحله ديال التولي ديالو الوزاره ولا يمكن المنصب ديال وزير الشباب والرياضه، خلى على انه في هذيك الحقبه بزاف ديال الاشياء تغير في المخيله ديال هذيك السوق. حمزه بورزوق. حمزه بورزوق استنامي. انا حمزه بورزوق كان كيعجبني كلاعب قبل ما نتكلم عليه كشخص. حمزه بورزوق نقدر نقول لك على انه من الناس اللي القلب ديالهم كبير، من الناس اللي التحليل ديالو في المستوى عنده افكار تحليليه كبيره وكبيره جدا. نتمنى من الله على انه يلقى هذاك الشيء اللي هو كيقلب عليه. عنده اهداف، عنده دي زوبجيكتيف. حمزه بورزوق الا تعطاوه فرص فاكيد انه يقدر يحقق اشياء اللي مهمه، لانه الافكار ديالو كتبقى اكبر واهم من هذا الشيء اللي موجود حاليا ومن الكلام اللي كاين عليه تقريبا. بودريقه رئيس ديال فريق الرجاء البيضاوي، نتمناو على انه يكون يمكن واحد التدبير الجيد للمرحله الرئاسيه ديال فريق الرجاء البيضاوي في المرحله المقبله. نختموا بهشام الدقيق الناخب الوطني. انت عطيتينا شهاده في حقه، نعاودوا تاكدها لينا. هشام الدقيق لا يختلف اثنان على انه واحد من انجح الرياضيين والمؤطرين على مستوى الوطن ديالنا. فانسان اللي صبور، انسان اللي الكفاءته كتكلم عليه، وانسان طموح، انسان اللي غير بزاف ديال الافكار، بزاف ديال الناس اللي موجودين في الحقل الرياضي في البلد ديالنا. لانه لو كان ما كانش عنده العزيمه، لو كان ما كانش عنده الاراده، صعيب على انك تشوفي التوهج ديال الفوتسال في البلد ديالنا فعلا. ختاما مهدي، عطينا شي نصيحه للشباب اللي عندهم نفس الشغف ديالك باش ننصحهم، شنو تقول لهم؟ هو بعدا كنشكرك لانه على الاستضافه، وكنشكرك على رحابه الصدر ديالك. فالنصيحه اللي نقدر نقولها انه للشباب المغربي فالحمد لله يستغلوا الظرفيه ديال البلد ديالنا، يستغلوا هذه الاحداث الكرويه والاحداث الرياضيه اللي قادمه ان شاء الله، يشتغلوا ويقراوا مزيان، يحاولوا على انه يكون الاجتهاد ديالهم ويكون التوازن ديالهم في الميدان الرياضي والميدان كذلك الدراسي. وحتى على الاقل على انه حتى لما قدروش ينجحوا في الميدان الرياضي ينجحوا دراسيا، لانه التوعيه والافكار والدراسه والاجتهاد كيخلي اي شخص على انه يوصل
بزاف ديال الاحلام اللي كيوضعها يمكن بين المخيله ديالو في الصغر ديالو. كنتمنى حظ موفق لجميع الشباب والشابات المغربيات ان شاء الله. شكرا مهديك سوا على الوقت ديالك وعلى هذا البارطاج اللي درتي معنا. متتبعي سبورت تولك ويتيما، شكرا على الدعم ديالكم، ما تبخلوش علينا بالانتقادات البناءه ديالكم واقتراحاتكم للضيوف اللي تبغيو انهم يشاركوا معكم التجربه ديالهم في ميدان الرياضه.